حل عالي بحرية يا نسر نادي الوطنية. نادي الوطنية مش كلمة على يافطة ولا شعارات كده بتتقال في الهوا. كلمة الوطنية ارتبطت باسم النادي الأهلي علشان في شخصيات وأحداث كانت بتأكد على الكلمة دي على مر السنين، زي مثلا عمر لطفي المؤسس وصاحب الفكرة زي ما أنا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. بس اشمعنى النادي الأهلي؟ نشأة النادي الأهلي كانت مختلفة تماما عن كل الأندية في الفترة دي، إذا كانت أندية مصرية أو أندية مدنية، وهوضح ليه أنا بقول كده في الفيديو ده. بس عشان نفهم القصة ونحكي الحكاية كاملة لازم نفهم الوضع اللي كانت عايشة فيه البلد في الفترة دي. الفترة دي مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، وكان الاحتلال مسيطر على كل الأنشطة في الدولة بشكل عام، وطبعا كان في مخلصين وطنيين بيقفوا قصاد الاستعمار ده. بس الجزء اللي يخصنا من الحكاية هو النادي الأهلي. طيب ليه كانت نشأة النادي الأهلي مختلفة؟ النادي الأهلي أنشئ سنة 1907 زي ما طبعا كلنا عارفين، بس عشان نفهم الحدوتة كاملة لازم نرجع لسنة 1905 لحظة ولادة فكرة نادي المدارس العليا. اتكلمت عن عمر لطفي في الفيديو اللي فات ودوره في تأسيس نادي المدارس العليا. طب ليه نادي المدارس العليا كان ليه دور في إنشاء النادي الأهلي؟ في 1905 مصطفى كامل وعمر لطفي ومجموعة من الرجال الوطنيين فكروا في إنشاء نادي يقدر يجتمع فيه طلبة المدارس ويبقى مكان للاجتماعات وإلقاء الخطابات والمحاضرات عليهم. في كتاب مصطفى كامل بعث الحركة الوطنية اتكلم إن النادي ده كان ليه دور كبير جدا في الحركة الوطنية في الفترة دي، والعلاقة اللي كانت بين مصطفى كامل وعمر لطفي اللي كان أول رئيس للنادي. النادي اللي بعدها وكررها كان بيتوصف بأنه من أعظم مظاهر الحركة الوطنية في الفترة دي. في 8 ديسمبر 1905 اجتمعت أول جمعية عمومية للنادي، وكان عدد الحاضرين من الطلبة حوالي 200 طالب من مختلف المدارس العليا ومجموعة تانية من الخريجين، وتم انتخاب عمر لطفي بيك رئيسا للنادي في نفس الاجتماع وسط ترحيب كبير من الموجودين، لأن عمر لطفي كان موضع احترام وتقدير من الرموز الوطنية والطلبة في الفترة دي، غير طبعا أسماء تانية كانت موجودة زي عبد الخالق ثروت باشا وأمين سامي باشا، وأسماء تانية كان ليهم دور بعد كده في تأسيس النادي الأهلي. تم افتتاح النادي في 5 إبريل سنة 1906 بمقره في شارع قصر النيل، وحضر الاحتفال ده عدد كبير من الطلبة والخريجين ورجال الدولة المهمين جدا في الفترة دي، منهم اسم مهم هتكلم عنه في الفيديو ده وهو ميتشل إنس اللي كان وكيل وزارة المالية في الفترة دي. النادي فضل مستمر في أعماله ودوره الوطني من ندوات تثقيفية ومحاضرات وخطب وطنية، وكمان كان بيخرج منه مظاهرات ضد الاحتلال لحد سنة 1914 لما اتقفل بأمر من السلطة العسكرية البريطانية. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ليه نشأة النادي الأهلي كانت مختلفة؟ نوصل بالزمن لحد سنة 1907 وبعد سنتين من تأسيس نادي المدارس العليا جت فكرة لعمر لطفي بيك، هو ليه ما يبقاش عندنا نادي مصري للمصريين فقط يمارسوا فيه الأنشطة الرياضية؟ وعشان نفهم وضع الأندية في الفترة دي لازم نفهم تصنيف الأندية في الفترة دي كان عامل إزاي. الأندية في الفترة دي كانت 3 أنواع. النوع الأول كانت الأندية المصرية، وهي أندية مصرية خالصة حتى لو كان من أعضائها أجانب زي النادي الأهلي ونادي الاتحاد ونادي العباسية والقاهرة والزيتون. النوع الثاني وهي الأندية المدنية، أندية معظم أعضائها وإداريها من الأجانب زي نادي التوفيقية والنادي اليوناني والجزيرة ونادي المختلط. وفي النوع الأخير وهي أندية معسكرات الجيش الإنجليزي، وده من الواضح من اسمها إن هي أندية عسكرية تحت مظلة الاحتلال الإنجليزي. نيجي بقى للحظة إنشاء النادي الأهلي واللي ظهر عليه من اللحظة الأولى من إنشائه اختلافه التام عن كل الأندية دي. ليه النادي الأهلي كان مختلف عن الأندية اللي موجودة في الفترة دي؟ أولاً هو النادي الأول في العاصمة القاهرة اللي أنشأته عدد من أبرز رموز الحركة الوطنية في مصر في الفترة دي. حاجة تانية ساهم في إنشائه عدد من العرب القوميين زي المغرب وتونس ودول الشام. وكمان عمل تسهيلات للعضوية للطلاب المصريين وفتح الملاعب لممارسة الرياضة والتنافس بين طلبة المدارس، وعمل مسابقات مجانية والإشراف عليها بشكل دوري. والأهم بقى من ده كله إن هو كان نادي يستهدف كل فئات وطبقات المجتمع المصري والطلبة من جميع أعمارها إذا كان في القاهرة أو خارج القاهرة، يعني نادي من لحظة إنشائه بالمصريين وللمصريين. ارتباط النادي الأهلي بنادي المدارس العليا اداله شعبية كبيرة وثقة من جموع المصريين في الفترة دي، لأن معظم مؤسسيه وحتى رئيس النادي اللي هو عمر لطفي بيك اللي كان موضع ثقة وتقدير من الطلبة ورموز الحركة الوطنية في الفترة دي لمجهوداته ودوره الوطني. يعني نادي صاحب فكرته وطني، مؤسسين وطنيين،
محل ثقة من كل المصريين، ونادي أنشئ للمصريين بقى في 24 إبريل 1907، وأول محضر لمجلس إدارة النادي الأهلي. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، انت ازاي أول رئيس ليك مش مصري وبتقول على نفسك نادي الوطنية؟ هو فعلا أول رئيس فعلي للنادي الأهلي ما كانش مصري، هو كان إنجليزي وهو ميتشل إنس، اللي اتفق مؤسس النادي على اختياره كأول رئيس للنادي. بس تعالى نفهم هو مؤسس النادي ليه اختار الراجل ده بالذات علشان خاطر يبقى أول رئيس للنادي الأهلي. ميتشل إنس بحكم وظيفته في الفترة دي في وزارة المالية كان من السهل عليه تخليص الأوراق الرسمية الخاصة بالنادي والخاصة بالتأسيس والحصول على أرض النادي، طبعا ده بفضل علاقاته ومنصبه. نفس الكلام ده حصل مع نادي الترجي برضه، وذكره شادي حبشي في فيديو ليه، وإن الترجي استعان برئيس فرنسي لنفس الغرض. وده طبعا لأن ارتباط النادي الأهلي بنادي المدارس العليا كان سبب قلق للاحتلال في الفترة دي، ووجود شخصيات وأسماء سياسية بارزة في النادي الأهلي كان هيصعب الإجراءات جدا إن أنت تعمل نادي زي ده. واللي يثبت الكلام ده ان هو رحل عن رئاسة النادي باستقالته في اجتماع المجلس في يوم 31 مارس 1908، يعني بعد 11 شهر من تأسيس النادي الأهلي وقبل بدء النشاط الفعلي للنادي الأهلي. وفي جلسة 2 إبريل 1908 تم انتخاب عزيز عزت باشا رئيسا للنادي الأهلي. دي كانت بداية النادي الأهلي، نادي لكل المصريين وبالمصريين، نادي لكل طبقات المجتمع بدون تمييز أو تفرقة. في الفيديوهات الجاية هتكلم بقى شوية عن دور الأهلي في تمصير الكرة المصرية، ونادي معين كده كان أول رئيس ليه أهلاوي، ودور النادي الأهلي في تأسيس اتحاد كرة مصري، ومواقف تاريخية للنادي الأهلي كانت بداية لتكوين شخصية الكيان اللي احنا كلنا بنحبه وبنطلق عليه نادي الوطنية. بس قبل ما اخلص الفيديو تعالوا نتكلم هو ليه النادي الأهلي اتسمى بالأهلي وليس الوطني. زي ما البعض بيقول لك طالما انت بتقول ان انت نادي وطني ليه ما تسميتش بالاسم الوطني؟ ببساطة كده النادي الأهلي أو النادي الوطني الاتنين نفس المسمى والاتنين نفس المعنى، بس زي ما قلت لكم عشان نحكي القصة صح لازم نعيش الفترة دي. في الفترة دي كان بتستخدم كلمة الأهلي مجتمعيا وحتى في الصحف المختلفة، يعني انت لما كنت تيجي تقرا جريدة أو تقرا مجلة كنت هتلاقي كلمة الأهلي بدل كلمة الوطني. يعني ببساطة كده عشان نفهم الموضوع ان كلمة الأهلي أو الوطني أو القومي التلاتة كلمة بمعنى واحد، لكن الدارج ساعتها كانت كلمة الأهلي. في كتاب صفحات من تاريخ الأهلي كان جايب مقالات من الجرايد ساعتها بتتكلم أو بتنطق بكلمة الأهلي بدلا من كلمة وطني أو كلمة قوم. كانت كلمة الأهلي هي الأكثر شيوعا في الفترة دي، ومن هنا جه اسم الأهلي.